بمناسبة الزلازل اللي بتحصل الفترة ديت في سوريا وفي تركيا، ربنا يكون في عون الجميع يا رب كلهم ويهون عليهم. خلونا نتكلم ايه هو كرب من بعد الصدمة، ويعني ايه موقف صادم اصلا، وهل كلنا ممكن نكون معرضين للمواقف الصدمية ديت ولا لا. معكم نهلة، اخصائية نفسية. الصدمة دي بتجيلنا نتيجة حدث صادم. حدث صادم ده يعني حاجة مفاجأة وغير متوقعة بالمرة، وبيكون حدث كبير، حدث بشع. يعني حاجة كده زي ان انا مثلا هفارق حياتي، او شفت حد بيحصل له حاجة زي كده قدامي، زي الزلازل كده على سبيل المثال. الزلازل، البراكين، حوادث الموت البشعة، ناس ثبتتنا مثلا واحنا في الشارع بشكل مفاجئ، وحد مثلا مهدد بالاغتصاب، حد بيتهدد بالقتل. كل دي المفروض ان هي حوادث صدمية. مش شرط اكون جوه الموقف الصادم، ممكن مشاهدتي للموقف الصادم نفسه يخليني يجيلي اضطراب كرب من بعد الصدمة، او يخليني ان انا يحصل لي صدمة اصلا في البداية. يعني ان انا اشوف صور للزلزال، مشاهد البيوت اللي بتقع، الحاجات دي كلها. عشان كده لو تفتكروا في الفيديو اللي فات انا قلت يا ريت يا ريت بلاش ان احنا ننشر الفيديوهات دي كتير. هو احنا ايه اللي بيحصل لمخنا اصلا وقت الصدمه او وقت الموقف الصادم؟ في اللحظه دي